السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم كيكة تحفة، لسه طبعا عاملاها مجرباها جديدة بالرز، طريقتها جديدة. وبصوا عاملة ازاي، هشة جدا وطرية قوي وقلبها ابيض وبجد تحفة. بس في ملحوظة عايزة اقول لكم عليها، لازم تعملوها قبل ما تعملوا الكيكة دي. اول حاجة بتعمليها بتغسلي الرز وبتصفيه وبتنقعيه بكوبايتين من اللبن زي ما انتم شايفين كده، بيتنقع نص ساعة. هو المفروض واحدة كانت عاملاه شيفة وقالت ان هو بيتنقع نص ساعة، فانا عملت زي ما هي قالت بيتنقع نص ساعة. فلما لقيته بيجرش كده في الكيكة، بصيت على النت ان هو المفروض يتحط ليلة كاملة، يتنقع ليلة كاملة في التلاجة. طبعا زي ما هي عملت كده انا حطيت ضربته في الخلاط مع فانيليا وكوباية سكر. ملحوظة ان انا كنت حابة اقول لكم عليها، لو انتوا هتعملوها لازم تبيتوه ليلة كاملة. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما ضربته كويس جدا، بصوا شكله عامل ازاي. هنا حطيت نص كوباية زبدة وحطيت 3 بيضات. الجزء ده معلش بعتذر منكم ان انا كنت بحسب ان انا بصور، لقيت نفسي ما شغلتش الكاميرا. فزي ما انتوا شايفين حطيت ال3 بيضات والنص كوباية سمنة او زبدة زي ما انت حابة، وهضربهم كويس جدا. وهنا عندي كوبايتين دقيق هنزل عليهم بيكنج باودر. طبعا الدقيق لازم يكون منخول، وهحط عليه البيكنج باودر، وهنزل عليه الخليط اللي احنا عملناه، الرز واللبن والسكر والبيض. هقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين تقليبه. هي طبعا كل حاجه عملتها بالهاند بلندر، بس انا عملت كل حاجه كده في الخلاط زي الايه، الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها. طبعا الفكره اللي انا بقول لكم عليها ان لو انت هتعمليه بالرز، طبعا احنا بنحط الرز بنقلل كميه الدقيق. هي الفكره ان انت بتقللي كميه الدقيق. وفي ناس بتعملها بالنشا، يعني في ناس بتحط بدل الرز نشا. بصوا بقلبها كويس عشان اجيب الدقيق من تحت واقلبها كويس. لو حابه تعمليها تنقعي الرز من بالليل يا تطحنيه. هي دي الفكرة. انما انا لما عملت الكيكة كانت حلوة وطعمها حلو جدا وطرية قوي، بس فيها ايه، حاجة بتجرش كده. انا جوزي كان بيقول لي ان ممكن هو بيحسبه القعر بتاع الكيك، ما حطش في دماغي ان هي بالرز خالص. ما فيش حد انتبه ان هي بالرز خالص يعني. بصوا قلبها كان طري جدا وجميله جدا جدا، يعني جربوها. بس ايه الملحوظه اللي انا بقول لكم عليها، بيتوا الرز قبلها بيوم، عشان لو عملتوها نص ساعه استنيتوا على الرز نص ساعه مش هيبقى طري، وكمان الخلاط مش هيضربه. بصوا شكلها عامل ازاي. انت ممكن تسقيها بقى عسل او تاكليها كده، بس بجد حلوه جدا وطريه قوي. يعني هي عجبتني طريه من جوه، يعني طريه قوي ما شاء الله وقبت جدا. بتمنى تجربوها، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش بقى باللايك وشير وسبسكرايب. شوفوا بقى لما اقطعها هتبقى عامله ازاي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.